في عز ما كانت الأمة ضعيفة ظهر أسد اسمه قطز. قطز السلطان المملوكي ما كانش مجرد حاكم عادي، ده كان بطل من أبطال الأمة الإسلامية. اسمه الحقيقي محمود ابن ممدود وأصله تركي. أسروه وهو صغير وتربى في مصر وسط المماليك، بس القدر كان بيرسم له طريق غير عادي. في القرن ال13 المغول اجتاحوا الدنيا كلها، مدن وبلاد وقعوا قدامهم زي الورق لحد ما وصلوا للشام، ومصر كانت الهدف الجاي. الكل خاف والكل ارتبك إلا قطز. جمع الناس وقال جملته الشهيرة: يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن. الكلمة دي كانت شرارة غيرت مصير أمة. في سنة 1260 معركة عين جالوت قامت. جيش المغول اللي محدش قدر يقف قصاده قبل كده اتكسر لأول مرة على إيد قطز وجيشه. المعركة دي مش بس أنقذت مصر، دي أنقذت العالم الإسلامي كله من السقوط. قطز عمره كان قصير، لكن اللحظة اللي عاشها غيرت مجرى التاريخ، وفي كتب التاريخ اتكتب اسمه بحروف من نور، لأنه اختار يكون صوت القوة وقت ما الكل كان صامت.